رمز الثورات. التصويره ديالو موجوده في العالم كامل وماشي كلشي كيعرف سميتو، وحتى اللي كيعرف سميتو ما كيعرفش القصه ديالو اللي هو تشي كيفارا. تخيلوا معايا تصويرته كتلقاها في كل بلاصه، ولينا كنشوفوه ماركه عالميه مخصصه للثورات. فشكون هو هاد تشي كيفارا؟ وشنو القصه ديال الثوره اللي دار؟ وعلاش ولا اكثر واحد مطلوب في الولايات المتحده الامريكيه؟ وشنو علاقته بالحسن الثاني؟ هادشي غادي نشوف في هذا الفيديو، فتبع معايا حتى الاخر باش تخرج فاهم كلشي. ارنستو كيفارا تزاد في 1928 في الارجنتين. كان من عائله لاباس عليها، وفاش كان صغير كان تصاب بالربو، ما قدرش يتنفس بطريقه طبيعيه ولا انه يلعب مع الدراري الصغار. في ذاك الوقت كان مرض الربو يقدر يعذبك حيت الاجهزه ديال الاكسجين كانت قليله. المهم رجع للدار وتصدم بالوفاه ديال الجده ديالو اللي كانت مريضه بالسرطان، وكان موقف صعيب لتشي كيفارا لدرجه انه قسم حتى يولي طبيب باش يساعد الناس. وفعلا كمل قرايته، التحق بالكليه الطب وكان ذكي وتخرج طبيب. وهنا قرر هو وصحابه انه باش يضربوا دويره في الدول المجاوره باش انهم يتساراو ويفوجوا مع راسهم. ولكن هذه الجوله كانت صدمه كبيره بالنسبه لتشي كيفارا. فين كيدخل شي دوله كيلقاها كتعاني من الفقر والامراض والنقص في الخدمات الطبيه، حتى المستلزمات باش يعيش الانسان ما كايناش. من وراها اكتشف ان امريكا الشماليه والجنوبيه كيعانيوا من النظام الامبريالي والنظام الراسمالي، وهاد النظامين كيتعتبروا دمار ديال الشعوب. وغادي نوقفوا لهاد النقطه باش نشرحوا لكل شيء اللي عارف واللي ما عارفش. شنو هي الامبرياليه والراسماليه؟ فالراسماليه هي ملي تيكونوا مصانع وشركات كيسيطروا على السوق وكيستغلوا العمال وكيكون الهدف ديالهم هو الربح، وبالتالي هذا الشيء كيدير الطبقيه في المجتمع وكيدير واحد الفوارق ما بين الاغنياء والفقراء. اما بخصوص الامبرياليه ببساطه هي ملي كتكون دوله قويه كتسيطر على دوله اخرى ضعيفه باش تستغل الموارد ديالها من المعادن والفلاحه والعمال الى اخره، وتفرض عليها نفوذ سياسي وعسكري. المهم نرجعوا لتشي كيفارا. اكتشف ان الدول اللي زارها كيعيشوا فيها ناس كتعاني من جميع انواع الاستعمار السياسي والعسكري والثقافي. تشي كيفارا كان تجلس مع الفقراء باش يسمع لهم ويحل مشاكلهم، وانخرط مع كاع الطبقات اللي كانت مظلومه من هذا النظام. تشي كيفارا ولا حاقد على الحكومه بواحد الشكل اللي هو كبير، وبقى غادي في الجوله اللي كان داير حتى وصل لدوله غواتيمالا. وهذه الدوله في ذاك الوقت كانت كتعاني من حروب اهليه كبيره بين الشعب والحكومه، وكان السبب ديالها هو الجوع اللي كان النظام الامبريالي مجوع الشعب ديالو. وهنا تشي كيفارا قال مع راسو دزت من بزاف ديال الشعوب لقيتهم كيعانيو وعاونتهم، وهادو حتى هما خاصني نعاونهم ونحارب مع الشعب ضد الحكومه. وداك الشيء اللي وقع، دخل مع الشعب وحارب ضد الحكومه، ولكن ما دار والو حيت الثوره ديك الساعات كانت ضعيفه. هنا الحكومه لقات القبض على تشي كيفارا. الفتره اللي دوز في السجن كان جالس كيخمم وكيفكر، ولا الحلم ديالو انه اللي ثائر ضد كل حاكم ظالم. ومن بعد شي ايامات من السجن دخلت عائلته اللي كانت عندها نفوذ قويه وخرجاته من السجن ورجعوه للارجنتين. ودازت ايام وجا النهار اللي جمع فيه ساكو وقال مو انا غادي لامريكا الجنوبيه، يقدر رجع يقدر لا. وجلست امه كتبكي على الفراق وقال لها لا تحزني يا امي، ان مت في غض الشباب غدا ساحرض اهل القبور ثوره تحت التراب. قال لها هذا الكلام وشد الطريق للمكسيك. وعلاش المكسيك؟ حيت كاينين فيها الاخوين راؤول وفيدال كاسترو، وهاد الجوج كانوا كيوجدوا ثوره انقلاب على رئيس كوبا في هذاك الوقت اللي هو باتيستا، وكانت معاونه امريكان. يعني المكسيك كانت مقر فين كيتجمعوا باش يوجدوا الثوره ضد كوبا. بعد فتره زمنيه الاخوين كاسترو عجبهم الفكر ديال تشي كيفارا الثوري، وعاد زيد انه طبيب يعني غادي يعاونهم مزيان، وانضم لهم ولا من اهم الرجال لهذه الثوره. وجا النهار اللي غيمشيو فيه لكوبا، وهذا النهار كانت الكتائب ديال كاسترو موجدين مزيان لهذه الحرب باش انهم ينجحوا في الانقلاب ضد الدكتاتور باتيستا. ملي وصلوا تفرقوا على الجبال والوسط المدن. تشي كيفارا معاونهم كيعالج المصابين، وهنا بدا كيمل من هذه الخدمه، لاح الصاك ديال الدواء وقال حتى انا خاصني نقاتل ماشي غير نبقى نخيط الجروح. شد السلاح وبدا كيقاتل مع الثوار ضد الجيش الكوبي المدعوم من امريكا. كان ذكي وموهوب في التخطيط القتالي، واخا كان مريض وعنده مرض مزمن اللي هو الربو، كاين هذا الشيء ما منعوش من القتال. من بعد الحرب وبالضبط في 1959 تمكن فيدال كاسترو وتشي كيفارا باش انهم ينتصروا في هذه الحرب. ولا فيدال كاسترو الرئيس الجديد ديال كوبا، وعين الصديق ديالو تشي كيفارا وزيرا للاقتصاد. تشي كيفارا ولا بطل في اعين الشعب ديال كوبا. سالت الثوره واستقرت الاوضاع في البلاد، وناض تشي كيفارا
تشيكيفارا بدا في رحله دبلوماسيه حول العالم هكا باش يدير علاقات ويقوي مع الرؤساء ديال الدول. وفي هذه الرحله تعرف على بزاف ديال الرؤساء منهم الرئيس الجزائري بن بله والرئيس المصري جمال عبد الناصر، ومشى لفلسطين وقاتل معاهم وحفزهم على القتال ضد الكيان الصهيوني. ولكن قبل فاش كان في مصر كان تلاقى مع الوزير الاول انذاك المغربي عبد الله ابراهيم في واحد اللقاء جمع ما بين محمد بن عبد الكريم الخطابي وتشيكيفارا. موراه بفتره زمنيه جا للمغرب ونزل في المحطه ديال التران في الرباط ومعاه 4 ديال صحابه. غادي ينزلوا من التران في المحطه وهما كيتسناو اللي رحب بهم واللي دعاهم لهذه المدينه. شويه غادي يتفاجئ تشيكيفارا هو وصحابه بالبوليس كيدوروا بهم وكيعتقلوهم وكيديهم لفندق باليما اللي ما بعيدش بزاف على المحطه ديال التران. تشيكيفارا كانت جاتو دعوه من عند الوزير الاول عبد الله ابراهيم. جات تشيكيفارا خصيصا باش يتلاقى بالملهم ديالو كيف ما وصفه هو محمد بن عبد الكريم الخطابي، اللي كان تشيكيفارا معجب بالبطولات ديالو والقتال اللي دار في الريف ضد الاحتلال الاسباني. المهم مدير الامن الغزاوي غادي امر باعتقال تشيكيفارا ويحتجزوا في فندق باليما. غتوصل الاخبار لعبد الله ابراهيم بواسطه واحد من النشطاء ديال الحزب ديالو وغيقول ليه تشيكيفارا راه جا وكاين في الفندق باليما تحت حراسه امنيه مشدده وبتعليمات من المدير العام محمد الغزاوي. كيتصل الوزير الاول بالمدير العام للامن الوطني باش يسولوا علاش شادينه. غيجاوب انا كنفذ التعليمات بسميت سيدي، وكيقصد بسميت سيدي الملك الحسن الثاني اللي كان وقتها باقي امير. ضايق عبد الله ابراهيم وغادي يبقى في فندق اليومين كامله مع تشيكيفارا. كان سبب المشكل هو ان ولي العهد انذاك ما كانش علاقته بالحكومه عبد الله ابراهيم في احسن احوالها. كيقول عبد الله ابراهيم غادرت الفندق درت كاع التدابير الخاصه للافراج عن تشيكيفارا وهو والرفاق ديالو الاربعه اللي كانوا من كبار موظفين الدوله. من بعد بيومين تم الافراج عليهم وفي واحده من الاقامات السوسي غادي يتفق تشيكيفارا كممثل كوبا على التبادل في السلع، وبالضبط المغرب غيستورد السكر من كوبا وبينما كوبا غادي تستورد الفوسفات من المغرب. موراها غادي يدير واحد الجوله كبيره في المغرب، غيمشي لدار البيضاء وغيدوز لمراكش وباقي المدن وغيتهلاو فيه وغيتعاملوا معاه بترحيب كبير وفرشوا ليه الزرابي باش يتداركوا الموقف اللي كان طرا. عجبو الحال في مراكش وجلس فيها 18 يوم. وفي 24 فبراير 1965 غيكون اخر ظهور تشيكيفارا في العالم. غيغبر ليه الاثار، العالم غيبدا يشكك في المصير ديال تشيكيفارا. الكوبيين ما بقاوش يسمعوا عليه والو. فين مشى تشيكيفارا اللي كان عنده اعداء كثر، بل حتى صاحبه فيدال كاسترو الرئيس الكوبي ولا خايف على الكرسي ديالو. مع التزايد الشعبيه ديال تشيكيفارا كثر الضغط على كاسترو والشعب كيطالب بمعرفه مصير تشيكيفارا. فاذا به فيدال كاسترو كيقرر يقول الشعب الكوبي شنو واقع مع ارنستو تشيكيفارا. غادي يقرا الرساله فيدال كاسترو، رساله اللي كانت وصلته من تشيكيفارا قبل شهور من التوصل ديالو بها، واللي جا فيها على ان تشيكيفارا قرر يغادر كوبا من اجل القتال على ود قضايا ثوريه في الخارج. غادي يستقل تشيكيفارا من كاع المناصب الحكوميه والحزب وغيتخلى على الجنسيه الكوبيه. ولكن حتى واحد ما عارف لهذه اللحظه فين كاين، كلشي باغي يعرف فين مشى تشيكيفارا. اما تشيكيفارا ما هو الا في بوليفيا كيقاتل في حرب العصابات بعد ما كان في الكونغو قاتل فيها السنه الماضيه. غيتشاف تشيكيفارا سنه 1966 في بوليفيا كيدرب ثوار في غابه جبليه مجموعين فيها الشيوعيين بوليفيين. كانت مجموعه ديالهم ما تكتفوتش 50 واحد وهي اللي بغى يفجر بها الثوره في بوليفيا. ولكن تشيكيفارا مع الوقت غيلقى انه الناس ما تيقينش فيهم. بغى يقول تشيكيفارا في مذكراته على ان الفلاحين ما كيقدموا لنا حتى شي مساعده، فهو كيقصد بالطبقه اللي كانت يناضل على قبلها. غيقول باللي هاد الفلاحين عوض ما يساعدونا كانوا في بعض الاحيان كيتحولوا لمخبرين علينا. دخلت وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه CIA لبوليفيا وبدات عمليه الوصول لتشيكيفارا. هادشي اللي كان خايف منه قبل هو اللي وقع. غتجي تبركيكه صحيحه على المكان اللي كيتواجد فيه تشيكيفارا واللي كان في بواجورو، وهنا الفرقه الامريكيه غتحاصر تشيكيفارا وغادي يغوت يقول لهم ما تطلقوش النار، انا تشيكيفارا كنساوي حي اكثر من ميت. غادي يتم القاء القبض على تشيكيفارا وغيتم اغتياله لواحد المركز قريب من البلاصه اللي كانت تعتقل فيها، وغادي تبدا التحقيقات معاه وغادي يرفض يعترف النهار الاول باي حاجه. طال المنظر ديالو كيقول واحد الضابط اللي كان شافه اثناء التحقيق وكيوصفوا على انه كان اشعث ومسخ بالتراب مضرب في رجلو اليمنى بقرطاسه وحوايجو كاملين مشرقين. وغادي ينوض هاد الضابط البوليفي اللي بقى فيه تشيكيفارا وغيقدم ليه كميه ديال التبغ. في الصباح ديال 9 اكتوبر 1967 غادي امر الرئيس البوليفي شخصيا باعدام تشيكيفارا. غيدخل الجلاد على تشيكيفارا وغادي يعرف باللي انه جاو يعدموه. غيقول ليه انني عارفك جاي باش تقتلني يا جبان، راك غادي تقتل غير راجل. وهنا كيقصد ان الثوره اللي جاي بها هي اللي غادي تخلد، وما هو الا انسان فاني. غادي يضربوا الجلاد بقرطاسه الاولى في رجليه، الثانيه في يديه. طاح تشيكيفارا في الارض وعض في يديه بالحر ديال الضربه. منين غيطيح غيزيد يكمل عليه بقرطاسه في الصدر ووحده في العنق جهزت عليه، وغيتصاب في مجموعه تشيكيفارا ب9 ديال القرطاسات، 5 في يديه ووحده في كتفه اليمنى والذراع اليمنى ووحده في الصدر
ووحده في الحلق. وهكا سالت قصه حياه تشي كيفارا بدفن رفاته في سانتا كلارا بكوبا بعد اعدامه ووفاته عن عمر يناهز 39 سنه. كانت هذه قصه حياه إرنستو تشي كيفارا من البدايه الى النهايه. فلا عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه. حياكم الله.